حكايات، غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات، غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. أنا مظلومة. نفسي أدش دماغها بشومة خدي. استنى بس يا بركات، تعالى نبص هنا. بص يا ستي دي حاجات غالية بقى. غالية اهو، الأسعار عليها اهو. يا ستي يا أختي كل سنة وأنت طيبة. عدي. بص يا بركات، بص ده اهو. أنا شفت غالية غالية يا بركات. هتفضحيني في الشارع غالية. في حاجات للعيال كويسة. الله يا اختي، اهو ده ايه وده ايه اهو. طيب يلا خد العيال وكملي انت بقى وانا هروح الشغل. طب اقول لك ايه، بلاش شغل النهارده وخد اجازه عرض. انت عايزه مني ايه بس؟ عايز افهم عايزه مني ايه؟ معاك العيال هات لهم الحاجات بتاعت العيد وتروح على البيت كل سنه وانت طيبه. ما انا كمان ما بقاش شايله ومحمله انا والولاد ونقف ننده على تاكسي. على الاقل انت لما تبقى معانا هتنده بعلو صوتك تقول تاكسي تاكسي. ايوه يا بابا ربنا يخليك. ايوه يا اخويا اتفق انت وامك عليا طبعا، ما هي مصلحتك. وبعدين انت تعالي هنا، ايه بقى شايله ومحمله دي؟ هو انت هتجيبي ايه يعني؟ مش هو فستان للبيت وبنطلون وقميص للواد؟ في حاجه تاني؟ ليه يا اخويا بقى؟ وانا وانت ملناش نفس ولا ايه؟ ولا كبرنا؟ لا يا حبيبي انا عايزك جديد في جديد. انا شخصيا مش عايز حاجه، واذا كان ولا بد يعني هاتيلي فرده شراب، وفي العيد الكبير نبقى نشتري الفرده الثانيه. ماشي؟ زي ما بقول لك كده يا بركات، انا لازم في العيد البس جديد في جديد. ولا ايه يا تفيده؟ انا عايزه 3 فساتين عشان العيد 3 ايام. لا يا حبيبتي، عندنا يبقى 4 يا بركات. انا عايز بدله جديده وطقم جينز. الله، دي كده كملت قوي. ايه الحلاوه دي يا بركات؟ ما تحملش هم، انا الفلوس معايا كتير، هفرتكها في العيد. ولا ايه يا تفيده؟ قولي لابوك يا اختي كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب. المهم هتشتري الحاجات بتاعت الاولاد من اي محل عشان اروح اعمل مكالمه تليفونيه للمدير وارجع لكم؟ من اي محل بيبيع الحاجات المستورده بتاعت بلاد بره. اشمعنى يعني الحاجات المستورده؟ هو انتوا كده دايما عندكم عقده الخواجه؟ يا سلام يا سي بركات، بقى عاوز ولاد الجيران يلبسوا مستورد، وانا ولاد عنايات وبركات يلبسوا محلي؟ يا سلام يا اخويا يا سلام. انت مالك بس ومال ولاد الجيران؟ وبعدين لعلمك بقى مصنوعات النسيج اتقدمت قوي في بلدنا وبيعملوا حاجات محليه ممتازه وتنافس الحاجات اللي جايه من بره واسعارها مناسبه، بس هم لو يهتموا بالفينشنج شويه. عشان الفينشنج ده انا عايزه مستورد. انت بتتحديني. طب انا هعمل المكالمه وهاجي نفسي عشان افرجك على الانتاج المحلي بتاعنا قد ايه هو جميل. اركب يلا يلا اركب ابوك يا اركب يلا. اركب يلا بروح وعلى الباجي عملنا. خدي بالك من التفيد. خلاص يلا. صباح الخير. صباح النور يا مدام. الله، ايوه هو انت بالظبط، شبهك بالظبط زي ما قالت لي حكمه جارتي، قالت لي هتقابلي واحده سودا. اموري مش سودا قوي يا اختي، ده انت زي القمر. الله يخليك. اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. انت طيبه يا مدام. بقول لك ايه بقى، انا عايزاكي بقى تطلعي التفيده بقى كل الحاجات الحلوه اللي عندك، ايه ولازم مستورد زي ما قالت لي حكمه جارتي بالظبط. عينيا الاثنين. شوفي بقى يعني انا عايزه لها ايه، هدوم داخليه وهدوم خارجيه وفساتين وتيرات وبنطلونات وكله ما تخليش. سواريه يا ماما. سواريه يا بنت؟ ايه ده؟ عيب، انت لسه صغيره. وبعدين بقول لك ايه، بطلي بقى تقعدي مع بنت حكمه هي اللي بتعلمك الحاجات دي. السواريه قال يعني عايزه لها بقى ايه، تجيبي لها حاجات للصبح، حاجات للظهر، عايزين حاجات للعصر للمغرب للعشاء، وحاجه كده لما تنام. يا بابا احنا هنفضل ماشيين كده، انا تعبت. يا علاقتك انت ووالدتك يا اخي، وانا هعمل لك ايه؟ مش بدور على تليفون عشان اشوف مصالحي؟ اقول لك الكشك ده فيه تليفون. مستريح؟ صباح الخير، ممكن من فضلك استعمل التليفون؟ اتفضل يا باشمهندس. الو، ايوه يا سياده المدير، انا بركات جوز عنايات. لا ما اقصدش، انا بركات مبروك يعني. لا مؤاخذه يا فندم، انا بطلبك عشان احكي لك على الظروف اللي انا فيها. انا بكلمك من كشك سجاير في الشارع. الشارع فين؟ حضرتك تدي ظهرك للسنترال وتدي وشك لطريق صلاح سالم،
هتلاقي الكشك ورا ودنك اليمين على طول. لا والله انا بشرح لك يا فندم، ما اقصدش. معلش اصل انا مش هقدر اجي النهارده الشغل عدم المؤاخذه، عشان نزلت انا ومراتي والعيال نجيب لها لبس العيد بقى. كل سنه وحضرتك طيب. نعم. هتخصم اليوم بيومين. طب وانا مالي يا فندم اذا كان سعادتك ما معكش فلوس تجيب لبس العيد؟ هو حقد وخلاص يا فندم. مقدم لي طلب عرض يعني، ما انا بستأذن حضرتك اهو. كويس كده يا اخويا، اهو قفل السكه وهيخصم لي اليوم بيومين. خلاص بقى يا بابا فداك، المهم اننا نلحق ماما قبل ما تشتري حاجات ما تعجبنيش. يا سلام على القرافه بتاعتك، ما طول عمر والدتك بتشتري لك هدومك وبتعجبك، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا ده كان زمان لما كنت عيل، انما انا دلوقتي راجل. راجل؟ اه. طب لو راجل صحيح انزل وشيلني زي ما انا شايلك كده. راجل ايه؟ انزل يلا انزل انزل بقى انزل. ايه رايك يا ماما؟ يخشى عليك وعلى كمال امك يا عيون ماما. قمر يجنن عليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قولي لي يا مدمزيل، بكام الحته دي بقى؟ 180 جنيه بس يا مدام. ليه يا اختي؟ احنا بنسرق ولا بنسرق؟ الله، ده مستورد يا مدام. ما انا عارفه يا حبيبتي انه مستورد، دي عيله كده دي شبر. امال بقى لو كانت العريضه بقى كنت هتقولي كام؟ ايه العريضه دي؟ لا دي حاجه كده ما تتوصفش، حاجه عائليه كده. طب تحب حضرتك اجيب لك محلي؟ لا محلي، لا وكله يهون بقى عشان خاطر دودي. مبروك يا تفيدة. طيب ما تقوليش يا تفيدة. متاسفه يا ست. خلاص ما تزعلش يا دودي. يلا قولي لطنط بقى متشكرين يا طنط. متشكرة. اللي متشكره بتقولها كده من تحت ضرسك، بتقولها زي عمتك طلسة النصيب. ابتسمي كده وانت بتقوليها عشان سنانك الحلوه دي تبان. متشكرين. ايوه كده. طب يلا بينا بقى. احنا مش هنستنى بابا زي ما اتفقنا. يا حبيبتي احنا مش هنروح بعيد، احنا هنروح المحل التاني. السلام عليكم. يا بابا انت رايح فين؟ مش هي قالت لنا المحل اللي جنبهم؟ يا ابني ما تبقاش غبي، هي تقصد محل الملابس اللي جنبهم، انما دي اجزخانه وقافله. حد بيشتري هدوم العيد من الاجزخانه؟ ليه يا ابني احنا عيانين؟ سفيدة احنا خرجنا من الباب يا بنتي. طب انا فين دلوقتي؟ انا هنا في عتبة هنا. طيب ها خليك على يمين. يا ساتر احنا كنا فين وبقينا فين؟ يا هدوم العيد وجديد في جديد مخزون بايديا ليهم وليا. ادينا جبنا كل حاجات العيد. بس احنا بقينا قوي زمان بابا وعمر يدوروا علينا فين يا بنتي؟ تلاقيهم هيستنونا عند اول محل احنا وقفنا فيه. بص يا تفيدة انا جبت لابوكي ايه؟ جبت له شراب خدته فوق البيعه ما دفعتش فلوس، وجبت ده اللي بنت اختي وعطوا لي لابوكي. يلا واهلا بالعيد، مرحب بالعيد. ولا محل في الشارع الا ما دورت فيه، وكل ما اخش محل منهم واسال يقولوا لي كانوا هنا ومشوا، كانوا هنا ومشوا. وايه الحل؟ مفيش بقى غير حل واحد، ننده عليهم بصوت عالي. خلاص ننده. ننده؟ ننده. شغال. ماشي. يا تفيدة يا عنايات يا بركات. يا عم انت بتنده عليا انا؟ معلش انا اسف. يا عنايات يا تفيدة يا بركات يا عنايات
يا سفينة يا عنايات يا سفينة يا عنايات يا بركات يا عمار يا بركات يا عمار. ما حدش جالكوا هنا اسمه بركات ومعاه طفل صغير؟ يا بركات يا بركات يا عمار رد عليا يا بركات، رد عليا يا عمر، يا ضنايا يا ابني. ما يكونش دخل هنا واحد اسمه بركات هنا وطفل كده اسمه عمر ما شفتهوش؟ ايوه يا ابني يا خد يا مدام خد. ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا يسهل لك. ايه اللي ربنا يسهل لي هنا؟ فاكرني بشحت ولا ايه؟ بقول لله يا فندم اديني رغيف وبريز اجيب علبه بالوبيف. ما شفتش واحد اسمه بركات ومعاه طفل كده اسمه عمر؟ عيل؟ ايوه عيل ايه؟ اسمه بركات يا جدع، اسمه بركات وطوله 3 امتار. عيل وطوله 3 امتار؟ يا جدع اقف مع ابوك واتكلم عادل. ايه ده اللي عيل ده؟ امال ايه؟ ده جوزي الله. اسمه بركات؟ ايوه بركات. بتدوري عليه؟ ايوه بدور عليه. حاضر. ما شفتوش؟ لا. طب انده كده، انت انده على بركات وانا هنده على عمر. يا بركات يا عمر يا بركات يا عمر يا بركات يا عمر يا بركات رد عليا يا عمر. فين يا بركات؟ رحت فين يا عمر؟ يا ماما يا عنايات يا تفيدة يا ماما يا تفيدة يا عنايات بركات سفينة عمر عنايات يا حبيبي. ايه انت رحت فين؟ انت برضه اللي بتقول لي انت لو رحت فين؟ مش انا متفق معاك تستنينا في المحل اللي بتشتري منه الحاجات؟ انا قلت يعني فرصه بقى اكمل بقيه الحاجات واشتريها. وجبتوا لي ايه بقى؟ جبت لك يا حبيبي كل اللي طلبته. وجبنا لك البدلة اللي انت عاوزها. الله. طب وانا جبتي لي انا ايه؟ جبت لك شبشب حمام وفردة شراب. فردة الشراب معقولة، انما شبشب الحمام لازمته ايه؟ هو انا بستحمى؟ معلش بقى يا بركات، ما الفلوس خلصت. فلوس خلصت؟ ليه؟ اشتريت بكام يعني؟ تصور يا بركات لبس الولاد والفستانين اللي انا جبتهم لنفسي قطعوا كام؟ قطعوا 1550 ونص. 1500؟ يا خراب بيتي، انت خدتي كل الفلوس اللي كانت في الدولاب؟ امال انا كنت اعمل ايه؟ اسكت يا بركات، ده الاسعار مولعه موت. لا انت ما تعمليش حاجه، ربنا هو اللي هيعمل. طب بقول لك ايه يا بركات بقى، نلحق نروح البيت عشان الحق اعمل الفطار وبعدين ابقى عادي. فطار ايه يا هانم؟ احنا خلاص بقينا المغرب، عشان كده انا هعزمكم بره البيت. هتفطرنا فين يا حبيبي؟ لا بقى يا حياتي، دي مفاجاه. عدي انت عليك مفاجآت. تعال ورايا. ايه ده هو كده على فين يا بركات؟ على اهلا عشان قاعد. اهلا اتفضلوا اهلا. ايه ده يا بركات؟ ده ايه اللي بتعملوا فيا ده يا بركات؟ الله. ايه ده؟ تعال يا ولاد. هيجوا فين يا بركات؟ الله. ايه مش عاجبك المكان؟ وانا هاكل في مكان زي ده؟ انت احسن من الناس دي، ما الناس قاعده وعماله تاكل اهو. ده كلام يا بركات بقى. عندك حل تاني يا فلحه؟ مش انت اللي اتفشخرتي وقعدت تصرفي الفلوس على المستورد وجبتي لي يومين خصم وخلصتي لي كل الفلوس اللي في جيبي اهو اهو. خلاص يا بركات معناش خلاص. اقعدي خلاص اقعدي يا اختي كلي. خلاص اقعدي كلي، معناش فلوس المواصلات، افطري عشان يبقى في صحه نروح ماشي. اقعدي خلاص هبيع الشراب اللي هشتريهولك ونروح بيه، انما ما بقعدش هنا يا بركات. الله. يا ماما عاوز اكل، احنا جعانين. مش كفايه يا ماما خلصت الفلوس بتاعتنا؟ اخص عليك يا بركات، مالكش حق حقيقي. ما انا كنت فاكراك انك انت هتاخدني فندق 5 نجوم ونقعد نفطر انا وانت والعيال. انا عايز اوديكي فعلا، بس عارفه فين؟ فين؟ التخشيبه، مستشفى الامراض العقليه. جننتيني والله، لا شاهد عليك الناس. مساء الخير يا رجاله. ايه في ايه حاضر اتفضل اتفضل افطر. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب.
اهلا يا ريس. هو حضرتك صاحب المائده؟ انا ان شاء الرحمن محسوبك الحاج عبده. اهلا بيك. متجوز يا حاج عبده؟ ايوه يا فندم متجوز. هو انا كمان متجوز ومراتي اسمها عنايات اهي. عنايات اهي. اهلا وسهلا يا يرضيكوا يا رجاله تاخد مني كل الفلوس وكل مرتبي وتجيب لي يومين خصم واستلف من الجيران عشان تجيب هدوم العيد للعيال مستورد وتخلص كل الفلوس لدرجه ان مفيش فلوس نروح ولا اكل انا والعيال. يرضيكم؟ خلاص هبيع الشراب اللي انا جايبه لك ونروح بيه، بس ما تحرجنيش قدام الراي العام كده. الخلاصه غلطانه ولا مش غلطانه؟ خلاص غلطانه يا بركات. والمستورد يا عنايات؟ لا خلاص المحل حلو وحتى سعره كويس قوي ورخيص. احسن من المستورد بكتير. بكتير يا بركات. اتفضلي اعترف. انا اهو بعترف لك انا غلطان. لا مش ليا يا حبيبتي. قدام الناس يا رجاله. اسمعوا كلام الحاج عناد. السلام عليكم. ممكن تسمحوا لي بكلمه؟ الحكايه مش حكايه انا فعلا غلطانه. انا اسفه. انا عايزه اقول ان انا غلطت في حقي وحقيقي. انا بعترف. ما دام بتعترفي اقعدي بقى بكل تواضع وكلي مع الناس دي. اقعدي. اتفضلي يا رجاله. خشوا يا جدعان. يلا كل سنه وانتم طيبين. انا بعترف